فالقولة المشهورة تقول: إذا علمت بنتا فإنك تعلم أمة، وإذا علمت ولدا فإنك تعلم فقرا. وأنا من هذا المنظور سأتحدث عن المرأة من الجانب الديني. فإذا كانت الأستاذ قد تحدثت عن المرأة من الجانب السياسي ومن الجانب
جدا لأنهم لا يعطوننا ما نريد من اهتمام، نحن نهتم بهم وهم لأنهم وجدوا شفتوا كل شيء واجب. احنا ما شفناش كل شيء واجب وما شفوا كل شيء واجب وما باغيينش يعطينا. إذا أنا نهار في البابا كنقول لكم شدوا على أيدي الآباء ديالكم وبالأخص الأم ديالكم اللي كتضحي واللي كتسهر باش تحفظكم على يقين من أطاعكم الله فقد وصل إلى بر الأمان. وأستودعكم الله والسلام عليكم. شكرا السيدة فاضلة. باللغة العربية نحن نقول شكرا لك، كنقدموا لك الزهرة بالنسبة لمناسبة عيد المرأة. نشكرك بزاف. والله العظيم أحس بين ظهرانيكم بالانتشار. هذه اللغة إعجاز بالانتشار لأنني أحس أني أنظر إلى نساء يحبونني وأحبهم وأحبهم في الله. والسلام عليكم. شكرا. والآن مع الأستاذة المناضلة السياسية السيدة هبة طريباك بقصيدة شعرية. لا ماشي اللي غتدير القصيدة الشعرية. قبل ما ندوز للأستاذة أمل طريباك كنشكر الأستاذة اللي كانت معنا، وحنا كذلك نحبه ونفتخر به. هنيئا لك. باش تشوفوا الكرم ديال المرأة والحفاوة ديالها، الأستاذة أمل طريباك جات وما جاتش متأخرة، جابت معنا أجمل هدية غنخليها هي تقدم لنا. أولا لقد تحمست لكلمة الصديقة وعشة، هذه المرأة القصرية التي تحب مدينتها حتى النخاع وتشاطر نفس الحب ونفس الهموم، ووفقنا الله جميعا. وأقول رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البرية. إذا بالنسبة لي كما قلت سابقا، إننا كمناضلات وكفاعلات جمعويات يجب أن نشجع بعضنا البعض، وأن نقف بجانب المواهب سواء في الصناعة التقليدية أو في الأدب أو في الشعر. وتحضر معنا سيدة كذلك من مدينة القصر الكبير وهي تستحق أن نقف بجانبها. سنكتشف الآن معا موهبتها لأنها ستقرأ علينا بعضا من أشعارها، ومن بعد سيكون الدرب طويل معها ومع غيرها. فلتتفضل الشاعرة سي الجنة مشكورة.